ونكون معاكم في برنامج قمة العاصمة معانا ومعاكم فنان السمسمية الأول في الإسماعيلية الأستاذ رضا قنديل. أهلا بك يا أستاذ رضا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. أستاذ رضا، آلة السمسمية في الإسماعيلية يعني إيه وتسلسلها؟ تسلسلها تمتد للاسره 13. في اول كلامي لازم اكد على ان اله السمسميه اله مصريه قديمه بيمتد عمرها وظهرت في الاسره 13 لاجدادنا القدماء المصريين. صحيح ان هي انتشرت وذاع صيتها وترعرعت وبرز دورها بشكل واضح جدا في تاريخ مصر الحديث في مدن القناه الثلاثه: السويس، بورسعيد، الاسماعيليه. ده لقدرنا وقدر منطقه القناه لان هي منطقه جبهه قتال. وآلة السمسمية من الآلات اللي كان ليها دور عبر التاريخ من أيام هجمات الهكسوس على مصر من اتجاه السويس. استخدمها أهالي السويس في شحذ همم أولاد آبائنا وأجدادنا القدماء في مقاومة المحتلين، واستخدموها في استقبال البطل أحمد عرابي في طريقه للمنفى. فالسمسمية كان ليها دور تاريخي مرتبط بالحروب ومقاومة المحتلين وشحذ الهمم. امتد دورها في خلال حرب الاستنزاف و67، ثم حتى في الانتصار. السمسمية كان ليها دور بارز جدا على جبهات القتال، وكمان اللي كان ليها دور في تأريخ وتوثيق حالات فرح وانكسار وانتصار وكل دورات حياة المصريين، من الصيد للزواج للسبوع للحج لكرة القدم حتى كمان. السمسمية غنت لكل دورات حياة المصريين ووثقت تاريخ مؤرخ بأغنيات عظيمة جدا. أشهرهم على الإطلاق أغانينا وأغاني أساتذتنا الكبار في مقاومة المحتلين وفي على جبهات القتال. غني يا سمسمية لرصاص البندقية أبويا وصاني، يا مصر يا سمسمية لرصاص البندقية أبويا وصاني، يا مصر يا أم الهنا. أغاني كتير أوي ارتبطت في أذهان يا بيوت السويس، ولو إن هي أغنية كتبها الراحل عبد الرحمن الأبنودي، انما ارتبطت باسم مدينه السويس. وبيظن الناس على فكره ان هي اغنيه سمسميه، لكن هي اغنيه موسيقيه. لكن تغنت وغنت ببيوت السويس، اشهر مدينه ارتبط اسمها وعانت كتير عبر الزمن من ايام الهكسوس حتى 67. السمسمية بالنسبة للحضارات إيه؟ السمسميه زي ما قلت لحضرتك هي اقدم حضاره في الكون، هي حضاره اجدادنا المصريين القدماء، وهي ظهرت في الفتره ديت في الاسره 13. انما انتقلت لحضارات كتير اعقبت الحضاره الفرعونيه، مجازا هسميها الحضاره الفرعونيه. انما انتقلت للحضارات زي الحضاره الاغريقيه عند الاشوريين وسميت باسماء كتيره. السمسميه على فكره موجود نموذج منها في متحف المصري في التحرير، موجود نموذج منها في المقبره رقم 38 في طيبه اللي هي الاقصر حاليا، موجود نموذج منها في اشهر ميادين اليونان مع شاعر الحب عند الاغريق ابولو. في اشهر ميادين اليونان موجوده. السمسميه موجوده في السودان، موجوده في جنوب افريقيا، موجوده في امريكا اللاتينيه. لكن وظائفها وطريقه استخدامها حتى السلم الموسيقي مختلف، لان هي اله بتتغنى وبتحاكي صوت المطرب والمغني، فبتغني بلغته. حتى عندنا في النوبه وهي الوريث الشرعي للحضاره الفرعونيه موجوده السمسميه، لكن بتغني وبتعزف مسار لحن يناسب لغه اهل النوبه، ولاد عمنا او ابائنا وجدودنا اللي هم اصل الحضاره المصريه. تعريف السمسمية بالنسبة كمصر وكمدن القناة بصفة خاصة. السمسميه تقدر حضرتك تقول ان هي شيء محبب جدا داخل وممتزج بدم ومزاج اهل القناه، مش للحروب. انا قلت لحضرتك هي غنت لكل دورات حياه المصريين، تمام. فالصيادين ولعبت وكره القدم، وبنستخدمها في الافراح. في آلة محببة جدا عند أهل منطقة القنال ومحببة جدا لكل المصريين. التسلسل يا فندم. التسلسل يعني مش هنقدر نقول هي ظهرت في السويس الاول او في بورسعيد الاول او في اقاويل كتير، لكن انا باكد ان ظهورها بالنسبه لده راي شخصي، ظهورها مؤكد كان في السويس الاول، باعتبار ان مدينه السويس اقدم مدينه من حيث العمر من بورسعيد والاسماعيليه. ثم من السويس ثم الإسماعيلية ثم بورسعيد. سيان يعني هي السويس، انا بقول السويس قبل بورسعيد والاسماعيليه، لهم الحضاره الفرعونيه، مم. ثم الحضارات كل الحضارات اللي عقبت الحضاره الفرعونيه. طب الأشورية مسماها إيه؟ في الأشورية أو الإغريق المسمى بتاعها إيه السمسمية؟ هنا في مصر السمسمية المسمى الإغريقية هناك إيه؟ الإغريقية كان بتسمى كينير أو لير.
عند الاشوريين كناره. الاشوريين هم العراق حاليا. ايوه بالظبط. عند العرب قيصاره. في امريكا اللاتينيه كنير او لير، لان هم كنير او لير. ممتزجين بالحقبه دي بالظبط، بالحضاره دي. في نفس الشكل ده يا فندم اللي أنا شايفه، لا، ولا ما ولا الشكل جرى عليه تطور. عليه تطور؟ الشكل جرى عليه تطور. السمسميه اللي قدام حضرتك دي هي نموذج من السمسميه، لكن متعدده. احنا في سمسميه 5 اوتار زي اهل النوبه دلوقتي متمسكين بان هم 5 نغمات، ولكن السلم الموسيقي اللي بيلعبوا عليه مختلف تماما، مش مقام شرقي. هم بيلعبوا على السلم الخماسي اللي يماثل امريكا اللاتينيه وافريقيا. في النوبة السلم الخماسي مناسب أمريكا اللاتينية يناسب امريكا اللاتينيه وافريقيا عموما، وأفريقيا بصفة بيستخدموا عامة. السلم الخماسي بالظبط. احنا كمصريين وكمنطقه قنال او كمصريين عموما بنلعب مقام شرقي اسمه مقام الرصد. وده مقام مختلف تماما عن اهل النوبه، ورغم ان هي آلة مصريه واحنا مصريين والنوبه مصريين. تمام. استاذنك يا استاذ رضا، عزفة مقطوعة كده صغيرة لآلة السمسمية حبيبتنا. حاضر. غني يا سمسمية رصاص البندقية، غني يا سمسمية رصاص البندقية، والكل يتقاوية حمص جدها المدافع. غني للمدافع وللي وراها بيدافع، غني للمدافع وللي وراها بيدافع، ويوصي عبد الشافع يضرب في الطلقانية. غني يا سمسمية رصاص البندقية، غني يا سمسمية رصاص البندقية، والكل يتقاوية حمص جدها المدافع. وكان معكم حازم الهنداوي لبرنامج قمة العاصمة مع فنان الإسماعيلية الأول والسمسمية الأستاذ رضا أنديل. شكرا بك يا أستاذ رضا، للقاء لبرنامج قمة العاصمة. كان معكم حازم الهنداوي، زينب عالم الدين، لبرنامج قمة العاصمة.